رئيس الأركان التركي قال إنه سيرد بقوة أشد إذا ما استمر القصف عبر الحدود السورية. حلف شمال الأطلسي كان أعلن أنه أعد خططا للدفاع عن تركيا عضو الحلف إذا لزم الأمر في مواجهة أي أعمال عنف أخرى عبر الحدود مع سوريا. للوقوف عند هذا الموضوع معي عبر الهاتف الجنرال صفوت الزيات، خبير في الشؤون الحربية والاستراتيجية من القاهرة. سيد صفوت، تصريحات رئيس الأركان التركي اليوم جاءت واضحة جدا، يعني في حال التصعيد على الحدود السورية التركية هناك رد سيكون أقوى هذه المرة. ماذا يعني اليوم، علما أن الجيش التركي يبدو أن عتاده وعديده أقوى بكثير من الجيش السوري في حالته الحالية؟ يعني أنت كنت وكنا نسمع منذ لحظات التقرير الذي يتحدث عن انتصارات الجيش السوري الحر في معرة النعمان التي تمثل نقطة فاصلة كبيرة في الطريق السريع الرئيسي في الدولة السورية ما بين دمشق العاصمة السياسية وحلب العاصمة الاقتصادية. الثوار الآن يقتربون من سيطرة كاملة على مثلث أطلقنا عليه مثلث الرعب، معرة النعمان، سراقب، جسر الشهور، ويتقدمون من جسر الشهور شمالا ربما إلى أطمة، وهناك حديث عن بدء إنشاء مخيمات لاجئين لأول مرة سوريين داخل الأراضي السورية. رئيس الأركان التركي لم يأتي بجديد. نحن كنا ننتظر منذ 22 يونيو الماضي عندما أسقطت الدفاعات الجوية للنظام طائرة استطلاع تركية، فتحدث أردوغان آنذاك أن هناك قواعد اشتباك جديدة قد يضطر فيها الأتراك أن يهاجموا حتى بعض أهداف داخل الأراضي السورية إذا ما اعتبرت بمثابة تهديد. يبدو أننا منذ 3 أكتوبر هذا الشهر بدأ تطبيق قواعد أردوغان الجديدة، قواعد الشباك، سواء في منطقة التل الأبيض أو إلى داجي أو جوفيتش أو مناطق أخرى. يبدو أن الأمور تتطور سريعا ولكن بصورة محسوبة، وكل هذا يصب في صالح الجيش السوري الحر وقوات الثوار الذين بدأوا يتمتعون بصورة كبيرة وهم يسيطرون على 5 معابر في كسب وباب الهوى وكيلس وجرابلس، وأيضا وصولا إلى تل الأبيض. اليوم خطوط إمداد قوية للغاية، سيطرة متزايدة في الشمال. النظام السوري وكنتم تتحدثون في تقريركم يتحدث عن حمص التي حطمها تماما ولا ندري ما هي القيمة الاستراتيجية. ربما يكون يتصور أنها ربما حصولا على أوراق ما قبل أن يصل الأخضر الإبراهيمي، ويتصور أنه أنجز إنجاز ما. كل ما نشاهده الآن هو تطور حسيس يؤسس لمنطقة آمنة الثوار أنتجوها وخلقوها ودافعوا عنها وضحوا عنها، بينما كان العالم كله يتراجع وربما حتى الآن عن دعمهم. طبعا هذا داخليا، ولكن عندما يتحدث رئيس الأركان التركي بأن الرد سيكون أقوى، علما أن اليوم يعني تقتصر الحملة على قصف وقصف مضاد من الجانب التركي، ماذا يعني برد أقوى تركي هذه المرة؟ أنا أعتقد أن الأتراك لن يتطور الأمر إلى اختراق للحدود السورية. نعم. فهو لأن الجيش السوري تقريبا لا يتواجد في الشمال، هناك فرقة واحدة مرهقة مجهدة مفرطة التمدد على طول الحدود السورية التركية، لا تتمتع حتى بدفاعات جوية تقليدية أو رئيسية. والحديث ربما الآن من الجانب التركي ورئيس الأركان ربما يعني قصفا متزايدا للمدفعيات ضد مرابط النيران السورية التي لا تعني الكثير للأتراك بينما تعني الكثير جدا للثوار الذين ربما يصابوا منها بضرر كبير. الجنرال صفوت الزيات، الخبير في الشؤون الحربية والاستراتيجية من القاهرة، شكرا جزيلا على